مشاهدينا الكرام، اللي يصدق خرافة المهدي وانه موجود وانه يعني في سرداب بقاله 1400 سنة الا قليل، وانه بيزار زيارات، وانه عنده فقه وادب زيارات ورتبوا عليها ده، اكيد يصدق حاجة اتبعتت لي من يومين ثلاثة من احد اخواننا السعوديين، وهي اسمها زواج السروال. ايه زواج السروال ده؟ زواج جديد عند الشيعة بس في البلدان اللي هي غير ناطقة بالعربية. في باكستان ولد باكستاني في قطر بيشتغل، عزم اخ السعودي ده ولقى حلوى بيوزع حلوى، خير يا فلان؟ قال له والله انا انجبت ولد. قال له انجبت ولد؟ ما انت بقالك سنتين شغال في قطر هنا، انت انجبت ولد ازاي يعني؟ قال له فقال له انت تزوجت هنا يعني؟ قال له لا انا ما تزوجتش. قال له امال انجبت ولد فين؟ قال له في باكستان. طب امال ازاي انت قاعد هنا بقالك سنتين ومراتك جابت ولد في باكستان؟ قال له عشان انا تركت السروال. قال له سروال ايه؟ قال له احنا عندنا المراجع المعممين افتونا ان تترك السروال في بلدك وتلاقي ولد ورا الثاني ورا الثالث وانت عايش، يعني ممكن تقعد 5 سنين في السعوديه او في قطر او في البحرين وتلاقي 5 ولاد جولك بالتناوب على وتقبلهم باسمك. تخيلوا هذا نوع من انواع الزواج لدى الشيعه اقنعوا به عوامهم. فاللي يصدق خرافه المهدي أكيد يصدق ما عداها من خرافات مثل زواج السروال لذلك الباكستاني الشيعي المسكين.